معالي النائب أحمد لاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الرئيس، الأخوة والأخوات الزملاء في البرلمان العربي، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله، واليوم نحيي هذه الوقفة من الأخوات والإخوان في البرلمان العربي، وحتما هذه الوقفة لها تأثير كبير معنوي على إخواننا وأخواتنا والمجاهدين في فلسطين، ويخدم إن شاء الله بالنهاية القضية التي كلنا اليوم نجتمع ونتحدث، وإن شاء الله سنتخذ الموقف الذي نعتقد أنه يرضي الله سبحانه وتعالى في القيام بواجبنا إن شاء الله. اليوم أخي الرئيس نعيش مرحلة جديدة عنوانها العبور الكبير، كما صرح به الأخوة المجاهدين في فلسطين. بعد سنوات من تحمل العدوان الصهيوني بدأ الشعب الفلسطيني بالمبادرة، وهذه نقطة مهمة جدا أخي الرئيس، وقلب الموازين في معركة طوفان الأقصى. هذه المعركة هي معركة بداية العبور إلى المعركة الكبرى ونهاية الاحتلال، ولنفرح جميعا إن شاء الله بعودة فلسطين، كامل فلسطين إلى أهلها وإلى الحق العربي والإسلامي. علينا حشد جميع طاقاتنا المادية والسياسية شعبيا ورسميا محليا ودوليا، وبإذن الله. والمجتمع الدولي أخي الرئيس لا يفهم لغة الضعيف، بل يسمع للقوي ويخضع له، وما حصل في طوفان الأقصى هو بداية في التحول إلى ممارسة اللغة التي يفهمها العالم وسيفهمها. واليوم نرى انهزام العدو معنويا قبل أن ينهزم عسكريا، ورأينا فشله الاستخباراتي، ولم يستطع أن يكتشف هذه العملية البطولية الكبيرة والواسعة، ورأينا ضعفه في ردة فعله منذ الأيام الأولى، وهو لم يستطع الإفاقة بسرعة من الصدمة، واليوم يهدد بالاجتياح الأرضي، وبإذن الله سيفشل أمام رجال الله في غزة. تحية للشعب الفلسطيني في كل مكان وفي غزة الأبية، تحية للشعوب العربية الإسلامية التي خرجت الشوارع دعما لهذه القضية المصيرية. وأمس أخي الرئيس خرج الشعب الكويتي بالآلاف أمام مجلس الأمة تعبيرا عن دعمه الكامل لقضية فلسطين، وشاهدنا العديد من الشعوب العربية والإسلامية خرجت تعبر عن دعمها. وتحية للدول التي وقفت داعمة للشعب الفلسطيني، ودولة الكويت كانت وما زالت وستستمر داعمة للقضية الفلسطينية في كل المحافل والمجالات، وهي منذ البداية كانت أيضا راعية وداعمة للكثير من الحركات الإسلامية واحتضنتها على أرضها. وأصدر نواب مجلس الأمة بيانا من أول يوم أخي الرئيس تأييدا للإخوان في فلسطين، واليوم هناك دعوة لجلسة غير عادية للمجلس لهذه القضية. ونختم بقول أمير الشعراء أحمد شوقي: إن للحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. شكرا أخي الرئيس.